فدول بقى يحرم عليهم الصيام، يعني لو صاموا هياخدوا ذنوب مش حسنات. تخيل إنك تكون ماشي في عز الحر في سفر قاسي جدًا، وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الفطر أقوى لكم. اتفاجئ دايمًا من الرخص اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها لنا، اللي بيوصل لنا من خلالها إنه مش عايز يعذبنا. ربنا سبحانه وتعالى حط رخص لمواقف معينة، لو عرفتها هتعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رحيم. في فيديو النهارده إن شاء الله هنمشي مع المسافر في رحلته مع الحامل والمرضع وكبار السن، ونعرف مين يقضي ومين ما يقضيش، ومين صيامه صحيح ومين اللي صيامه معصية. المسافر وإمتى بيكون الصيام معصية؟ لو أنت مسافر فالقاعدة هنا بتقول إنك تختار الأيسر ليك. لو صيامك سهل كمل، أما لو هيعطلك عن فعل خير أو هيجهدك وهيتعبك فالفطر في الحالة دي أولى. وعايز أحذرك تحذير شديد أوي، خلي بالك منه، إن لو صيامك ده هيوصلك للهلاك فصيامك في الحالة دي حرام والفطر واجب عليك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاف حاجة غريبة جدًا، وأنا عارف إنك هتتفاجئ زيي بالضبط لما أنا عرفتها. النبي صلى الله عليه وسلم شاف ناس صايمين وتعبانين جدًا في السفر، فقال عنهم صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. شُفت ربنا سبحانه وتعالى عايز يريحك قد إيه، وعايز يخليك مرتاح في العبادة علشان تعملها بحب. الواجب عليك بعد الكلام ده إنك تعبد ربنا سبحانه وتعالى بحب، وتعرف قد إيه هو رحيم بينا ومش عايز يعذبك ولا يتعبك، هو بس عايزك تخش الجنة في الآخر. وإمتى تبدأ تفطر وأنت مسافر؟ لو بدأت سفرك قبل الفجر فليك إنك تفطر بإجماع العلماء. طب لو سافرت في نص النهار، يعني مثلا خرجت من بعد العصر، في رأي الجمهور بيقول إنك تكمل الصيام، ولكن الرأي الراجح في المسألة دي هو رأي أحمد بن تيمية، وهو بيقول لك إنك تفطر مفيش مشكلة لأنك بقيت مسافر خلاص. في تكة مهمة جدا، وهو إنك ليك إنك تفطر لو أنت لسه في بيتك وخلاص مجهز العربية بتاعتك إنك تمشي وشنطة السفر بتاعتك، فممكن تفطر في بيتك في الوقت ده قبل ما تمشي. وده لأن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فطر في بيته قبل ما يمشي وكان معد للراحلة بتاعته. أما لو رجعت من السفر في نص النهار ودخلت بيتك وأنت مفطر، ففي الحالة دي مش لازم تمسك عن الأكل والشرب طالما وصلت خلاص. وده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أول النهار فليأكل آخره. حتى لو لقيت زوجتك في الوقت ده كانت حائض وطهرت من حيضها في منتصف النهار، فليك إنك تجامعها مفيش مشكلة لأن أنت أصلا مفطر. أما بقى كبار السن والمريض مرض مزمن، الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللي مش بيطيقوا الصيام فليهم الفطر بالإجماع، والواجب عليهم إطعام مسكين عن كل يوم. ومقدار الإطعام اتكلمنا عليه في الحلقة الثانية، فروح شوفه لو أنت ما شفتوش. ولكن مفيش قضاء لأن هم أصلا عاجزين عنه، فلو كانوا قادرين يصوموا كانوا صاموا أصلا في رمضان، فمفيش قضاء ويجب عليهم الكفارة فقط. أما بقى بالنسبة لمعركة الحامل والمرضع، لو الحامل أو المرضع خافوا على نفسهم أو على الطفل أثناء الصيام، في الحالة دي في 5 أقوال للعلماء، ولكن الرأي الراجح فيهم عشان أختصر عليك هو رأي ابن عباس وابن عمر، إن عليهم الإطعام فقط في الحالة دي ولا قضاء عليه. وابن عباس كان بيقول لبنته الحامل أنت بمنزلة الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام فأفطري وأطعمي. ولكن ممكن الحامل أو المرضع ترجع للطبيبة اللي بتتابع معاها، ولو قالت لها إن أنت تقدري إنك تصومي ففي الحالة دي يجب عليها إنها تصوم. أما أنا كلامي منصب على إن هيكون في خطر عليها أو على الطفل لو صامت. أما بالنسبة للحائض والنفساء فدول بقى يحرم عليهم الصيام، يعني لو صاموا هياخدوا ذنوب مش حسنات، واجب عليهم في الحالة دي القضاء فقط. وده لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت بتقول كنا نؤمر بقضاء الصيام فقط ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى بالمرأة. الرخص دي طبعا مش معناها التهاون، ده معناها إنك تعبد ربنا سبحانه وتعالى بمراده هو مش بمرادك أنت. اللي أوجب الصيام هو اللي شرعه في الفطر وفي السفر وفي المرض، فمن أخذ برخصة الله فقد أطاع، ومن رفق بنفسه فقد أصاب باب الاتباع. فالدين يسر وربك بر، فما جعل الله عليكم في الصيام من عسر. أنا كده خلصت، اعمل لي فولو عشان تعرف كل يوم معلومة جديدة عن رمضان. ما تنساش اللايك والشير والمنشن عشان تشاركني في الأجر والثواب. أنا عبد الرحمن هلال، استنوني في حلقة بكرة إن شاء الله. رمضان كريم.